طبعا كلكم فاكرين مين دي. بس بنصحك بس ان انت تنزل تشوف مثلا شغل الكلام ده. طبعا قبل ما نبدا الفيديو جايب لكم النهارده اخبار حلوه، بس قبل ما نبدا الفيديو لازم نشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه كافه الاجهزه الحكوميه لتلبيه كل اهتمامات وطلبات ذو الهمم. نحب نشكر سياده المحافظ، ونحب نشكر وكيل وزاره العمل بالدقهليه المستشار احمد الرجائي. بصوا يا جماعه، شاهد النهارده يعني جالها عقد عمل. انا هسيب لكم بقى هي اللي تحكي لكم اللي حصل معاها. عايزه اشكر الاستاذ احمد رجائي. هو حضرتك بجد والله مش عارفه اشكره ازاي. هو نزل لي بقاله كام يوم جالي هنا بس ما لقانيش. ليه بقى؟ عرفيهم ما كنتش موجوده ليه؟ والدتي كانت تعبانه وكده الف السلامه عليها، وقالت كلها ندى لوالدتي. كلمونا وقالوا لنا تعالي عند استاذ احمد رجائي المستشار، ورحت عاملين بصي احسن معامله وكانوا فرحانين بيا جدا. عمل لي مرتب كل شهر لحد ما اخلص تعليمي. يعني انت بكل شهر لحد ما خلصت تعليمك هتاخدي مرتب؟ وبعدين اشتغل بقى مع حياه. يا جدعان يعني خلاص شهاده خلاص بقى لها تخلص كليتها يا باشا، ليه الوظيفه بتاعتي. وانا مبسوط وفرحان ان انا كنت سبب بعد ربنا ان انا اتعرف على شهد. تسلم لي ربنا يخليك. حابه تقول اي حاجه للناس؟ بجد والله انا فرحانه بيك صراحه. لا لا بجد والله انت بالذات، يعني انت اكتر حاجه انا مبسوطه منك بجد، وربنا يصلح حالك ودايما بالفعل الخير. تسلم بجد والله. بصي احنا كلنا اسباب لبعض، يعني هو ربنا اللي اراد كده ان انا اعرف شخصيه محترمه زي حضرتك. في ناس جم اشتروا منك ولا في ناس كتير جت اشترت مني. وفي ناس كتير كلمتني يا جدعان انا عايز كل اللي بيجي يتفرج بقى، عايزين نخلص البضاعه اللي عند شهادتي دي بقى. انتوا مستنيين ايه؟ السلام عليكم.